6-0 ومتنوعة أيضا، ومتنوعه كمان 6-0، وممكن تلاقيها 5-1، ممكن تلاقيها 3-2-1. بالفعل. ال 6-0 خلاص. مدرسه الدفاع لكره اليد دلوقتي بقت الى حد كبير فيها مرونه وتغيير في شكل الاداء خلال اداء الطريقه الدفاعيه. نعم. المشكله الاساسيه الرئيسيه النهارده لنادي الزمالك على ناحيه الدفاع هو مقابله التصويبات الخارجيه من خارج المنطقه المتمثله في نيكولا او حتى من ساتكوفيتش او ماركو جين الظهير الايمن، اللي شفنا نادي الزمالك دفاعيا لما يكون زياده عرضيه، طرد لاعب او ايقاف لاعب من نادي السد دقيقتين، بيطلع وائل فهيم على ماركو جين كمان تو مان، وشفنا الطريقه دي ادت اداء كويس جدا ونتيجه ايجابيه. يمكن حماده الروبي النهارده لما نزل هو السبب الرئيسي مع الدفاع في الحفاظ على النتيجه اللي هي لغايه دلوقتي طلعت 17-15، عفوا 15 17 بالفعل. مظبوط. وده ميزه من ضمن المميزات ان اي فريق بيمتلك حارس مرمى جيد زي الروبي او حتى فيريتش مع السد بيبقى الاولويه والافضليه للفريق اللي مع حارس مرمى محترم. سأعود إليك كابتن جوهر الحديث أيضا عن الناحية الهجومية وأيضا أداء طيب يعني من خلال هذا الشوط الأول بالنسبة لفريق الزمالك. سنتحدث بأكثر تفاصيل. أمر إلى فريق السد القطري مع كابتن عبد الله النعمة، وكأنه مازال غياب التجانس، غياب التشكيلة المتجانسة والمتناغمة من خلال هذا الشوط الأول، مع أنه فارق هدفين يعني ليس بالفارق العريض. طبعا التجانس المفروض انه يعني انا اتوقع ان دخول سيد ما كان ايجابي للفريق السد. نعم. في اخطاء كثيره خصوصا من ناحيه دفاعيه. تكلمنا مع كابتن جوهر ما بين الشوطين، عفوا في اثناء الشوط الاول، ان دائما سيد يدافع بيرجع عدم تحرك الرجل، وهذا يسبب خلل في المنظومه الدفاعيه. حاول نخلي الخط الخلفي لنادي الزمالك يتراجع للخلف. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه التحسن على المستوى الاداء الهجومي، كان اللعب متنوع بشكل كبير خصوصا مع لاعب الدارة في الخط الخلفي، كان في تجانس واضح. كانت النقطة السلبية اللي وجهة نظري في الشوط الثاني من ناحية نادي السد فقط اللي هو خروج بيريز نزل يوسف حرس المرمى بالفعل. في الدقيقة 21 كان المفروض ان بيريز الحارس يرجع مرة ثانية، لم يعطي الإضافة تقريبا. نعم. يوسف ما كان في المستوى، كانت دخلت في أهداف سهلة، كان يعني في ظل وجود بيريز انا اعتقد كان السد ممكن ان المباراة بفارق افضل من التعادل. نعم كابتن، كما تحدثنا حتى في الكواليس يعني فريق الزمالك قام بمباراة محترمة اليوم من الناحية التكتيكية وأيضا من الناحية الفنية. هو النهارده يعتبر من افضل المباريات في الدوره لغايه دلوقتي الزمالك المصري والسد القطري، انما اول 10 دقائق في الشوط الثاني الزمالك لعب باداء جيد جدا على مستوى الدفاع ومستوى الهجوم وايضا حراسه المرمى المتالق حماده الروبي، وده اللي خلى الحقيقه النتيجه ترتفع او فارق الاهداف لثلاث اهداف 21-18، وده كان في اول 10 دقائق تقريبا دقيقه 9 او الدقيقه 10 يمكن. قلنا انتقدنا نادي الزمالك في الشوط الاولاني ما بيلعبش اجنحه، بيلعب منتصف اكتر، اول 10 دقائق لعب واخرج اكتر من هدف من خلال محمد سند او الاحمر على جناحين. السد القطري وضع نفسه في مأزق لأن المباراة الأخيرة ستكون أمام سيوداد ريال، مباراة صعبة للغاية، في حين نقطتان سهلة أقول بالنسبة لفريق الزمالك، وبالتالي الذهاب إلى الأهداف المقبولة والمدفوعة. يعني أقول أنه تعادل بطعم الهزيمة بالنسبة للسد القطري. بالتأكيد طبعا لأن السد وضع نفسه في مأزق، كان اليوم ممكن يفوز بمباراة اليوم، أدى مباراة كويسة، كان في فرصة أنه يفوز، لكن يعني أجل جميع الاحتمالات ليوم الغد في مباراة سوداد ريال مع والزمالك مع الفريق الاسترالي، مباراة سهلة بالنسبة له وشبه مضمونة ومحسومة، لكن طبعا تعتمد على مباراة بكرة. من المفروض ان السد يأهل نفسه اليوم انه يلعب يعني امام السد امام سوداد ريال بشكل قوي وجيد، على اساس انه يحاول يقلل عدد الفارق، يعني قد يكون من الحسبان انه يتأهل بفارق الاهداف. كابتن، كما تابعنا هناك ايضا تألق اللاعب مصطفى الاحمر في هذه المباراه بشكل ممتاز، يعني خاصه من خلال هذا الشوط الثاني. يعني الاسلحه مقارنه بمباراه امس اصبحت موجوده وظهرت يعني بامتياز في هذه المباراه الثانيه. نادي الزمالك عنده زي ما قلت في بدايه المباراه عنده اكثر من لاعب جيد جدا وعنده خبرات جيده، مش بس الاحمر، كمان ريشه ظهر بمظهر جيد، رامي يوسف النقي، عفوا حماده الروبي، حسن يسري، طبعا في لعيبه محمد سند، في لعيبه كتير كويسين. يعني حتى البطوله دي كمان النسخه دي في السوبر جلوب
نادي الزمالك افضل من النسخه اللي فاتت الحقيقه، شكل احسن كتير، اللعيبه بيلعبوا في صوره جماعيه مش بس صوره فرديه، الاحمر او ريشه كمان في جماعيات، دفاع كمان متميز جدا. نادي الزمالك النهارده ادى مباراه جيده، الشوط الثاني تحديدا كان في تذبذب في الاداء اول 10 دقائق، ال10 دقائق الثانيه وال10 دقائق الثالثه، انما عامل اللياقه البدنيه اللي اتكلم عليها كابتن عبد الله النعمه كان واضح جدا جدا بعد التعليمات اللي اصدرها احمد لعبس لنادي السد الخضري، نقل كره سريعا لارهاق لاعبي نادي الزمالك. كان واضح حتى اخر حسن يوسف في الدفاع في الارتداد من الهجوم للدفاع، عشان كده الفارق قل جدا، بل بالعكس السد الخضري في الدقيقه 20 تقريبا قدر يحرز هدف واثنين كفارق.